Favelado, você não chamando de imperador? Eu falei, não, essa é mentira. Que confusone, sarà perché ci fermo, un giocatore. Che tirava per mano, tutti i piedi, per questo brasiliano, facci le mani, e capo Milano. Ih, rapaz, é pra mim mesmo. ادريانو اللاعب اللي كل من متفق انه هو رجل عصابات، لكن تدري ان هذه المعلومة خاطئة والواقع كلش غير. ادريانو انولد في الاحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو. طبعا لاعب كان اسطورة، كان لاعب خيالي، رجل يسرى كلنا نعرفه، كان يشوت من كل مكان، يسجل. ادريانو كان في الاساس ظهير يسار، لكن كان عندهم يوم الاثنين كان المدرب يخليهم يلعبون في المراكز اللي يبونها، فمثلا الارتكاز يلعب قلب، القلب يلعب مهاجم، وهكذا. في ذي اليوم ادريانو لعب مهاجم، وللصدفة سجل جولين، فمدرب انبهر، يعني شلون ظهير يسار انا حطيته مهاجم، قدراته مو طبيعية، سجل جولين. جات مباراة من المباريات تعور المهاجم الأساسي، المدرب قام خلى ادريانو مهاجم في هاي المباراة. تتخيل ان ادريانو سجل في ذي المباراة ايضا جولين في 20 دقيقة، ومن يومها ادريانو ما فارق مركز المهاجم. وطبعا كلنا نعرف انه هو تدرج في الفئات، ومن عمره 17 سنة كان مع الفريق الاول، وبعدها احترف في نادي انتر ميلان، وبدت مسيرة الليجاسي اللي ادريانو كان مشروع بالندور في الاساس. Arriva al limite, l'1-2, Adriano, attenzione va dentro, Adriano, resiste Adriano, salta il portiere, il tiro, e gol, limpa o lance, chutou, gol! ولكن حدثت حادثة غيرت مجرى حياته، وفاة أبوه. طبعا أبوه كان شخص داعم له من هو صغير، وكان دائما يحضر معه التمارين، دائما يحضر معه المباريات ويشجعه. يوم توفى حياة ادريانو كلها تغيرت. في يوم وفاته يقول خافير زانيتي كان كابتن نادي الانتر يومها، يقول انا دخلت عليه شفته يصارخ وحاذف التلفون ومو طبيعي كان. فيقول انا حاولت انا مع ماسيمو مراتي رئيس النادي وقتها نحن نغير حياة ادريانو، نحافظ عليه، بنحاول ان احنا نسحبه من الاكتئاب اللي صاده، لكن يعني ما في شيء رجع طبيعي من عقب هذه اليوم. لعب في كذا نادي، روما، فلامينغو، ساو باولو، ولكن وزنه الزايد وعدم انضباطه في التمارين وعدم انضباطه في الملعب ايضا ادى انه هو ينهي مسيرته في عمر ال 34. وبعدها انتشرت فيديوهات ان ادريانو كان يعني صار رجل عصابات وعنده اسلحه ويتاجر في الاسلحه وغيره. طبعا الناس اللي ما تعرف ان ادريانو نشأ في هاي البيئه، فهذولين اللي موجودين هم يعني عيال الفريج مثل ما نقول، او اصحابه من الاساس، فهو مجرد قاعد يقدم المساعدات والدعم حق اهاليهم، فما ما انخرط في العصابات ولا دش في عالم العصابات ولا شيء، ولا لا في هالامور كلش يعني. فهذه معلومات عن ادريانو كنت حاب اني انا اوصلها لكم. يعطيكم العافية وشكرا على مشاهدتكم هذا الفيديو. شاركونا اجمل اللحظات اللي شفتوها من ادريانو واجمل الاهداف اللي شفتوها من ادريانو في الكومنتس تحت، ونشوفكم على خير.